بين سبورتس من برشلونة باسل طبال. مساء الخير باسل. برشلونة يواصل الصدارة بغزارة تهديفية وبانتصارات متتالية، هل برأيك باسل هل هو قادر على المواصلة على النهج نفسه هذا؟ مساء الخير لكم جميعا، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. هناك رغبة كبيرة لتحقيق الألقاب في نهاية هذا الموسم، ويعرف اللاعبون كما هانزي فليك أن المباريات المقبلة مهمة جدا، وجاء وقت الحسم بالنسبة للجميع، بالنسبة لبرشلونة وبالنسبة لريال مدريد في هذا السباق الأخير، الأمتار الأخيرة قبل حصد الألقاب والكؤوس. لذلك الآن الفلسفة تغيرت بالنسبة للمدرب هانزي فليك. شاهدنا اليوم عملية تدريب متنوعة، يعرف أنه من المستحيل أن يكمل الموسم بنفس التشكيلة الأساسية، عليه أن يغير من مباراة إلى أخرى، من مباراة أوساسونا إلى 9 مباريات في الأسابيع القادمة. هناك مباراة كل 3 أيام، وهنا مفتاح النجاح. من يعرف كيف يدور الفريق بالطريقة المناسبة وأن يقوم بالتناوب هو الذي سوف يصل بلياقة وبتعب أقل إلى نهاية هذا الموسم. هناك مباريات حساسة جدا، ليس بإمكان لا برشلونة ولا ريال مدريد أن يهدر أي نقاط، أي مباراة، أي تعثر قد يجنب الفريق أو قد يبعد الفريق مباشرة عن المنافسة، خاصة ريال مدريد. يعني يوم أمس ريال مدريد كان قريب من التعثر، لو تعثر ريال مدريد يوم أمس لكان ربما انتصر على الفارق ب5 نقاط و6 نقاط، وكنا نتحدث عن شيء مختلف الآن. أما الآن ريال مدريد يراهن على سقوط برشلونة في المباراة وأن يستمر في الانتصارات في انتظار الكلاسيكو. ولكن في داخل غرفة ملابس نادي برشلونة هناك رغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات، والكل يشعر أن هناك فرصة كبيرة للفوز بالثلاثية. الفريق يتطلع للثلاثية، للكأس، للدوري، وكذلك لدوري أبطال أوروبا. كما قلت اليوم هناك عدد كبير من اللاعبين نالوا قسط من الراحة، لاعبين مهمين مثل فالدي، مثل ديونغ، مثل رافينيا الذي كان يشعر بضعف الانسحابات ولم يشركه فليك في هذه المباراة، ولكن قال انه سيكون جاهزا لمباراة اتلتيكو مدريد في الكأس. طبعا اللاعبون مهمون، كذلك فعل أنشيلوتي في راحة لاعبين مهمين. الآن هي الفترة الحاسمة من هذا الموسم. برشلونة لديه هذه الأفضلية، أفضلية 3 نقاط وأفضلية المواجهات المباشرة، لأنه فاز برباعية على ريال مدريد. هذا يعني أن في حال تعادل الفريقين في النقاط في نهاية هذا الموسم ستكون الأفضلية لبرشلونة، إلا إذا ريال مدريد فاز بأكثر من 4 أهداف مقابل لا شيء، وربما قد يكون أمر مستبعد في ملعب المونجويك. طبعا كل شيء ممكن، ولكن قد يكون ذلك مستبعدا. لذلك برشلونة لديه اليوم هامش أكثر من 3 نقاط في مسابقة الدوري، ولذلك هو حاليا هو الفريق الذي أيضا شهد جدول المباريات الآن حتى الكلاسيكو كذلك ليست بهذه المباريات المعقدة. برشلونة لعب كل المباريات الصعبة خارج ميدانه، يلعب مع بيتيس، يلعب مع ليغانيس، يلعب مع مايوركا وبلد الوليد قبل أن يلعب مع ريال مدريد، وكذلك سيلتا فيغو في ملعبه قبل أن يواجه ريال مدريد في الكلاسيكو. أي نوعا ما هي مباريات في متناوله، إن لم يتعثر في أي لقاء فسيكون له أفضلية كبيرة في الفوز بالدوري. باسل، ربما منذ فترة طويلة لم نشهد برشلونة يعيش سلاما داخليا وخارجيا، حتى أننا لم نعد نسمع بالروافع المالية. يعني برشلونة يعيش فترة جيدة على المستوى الإداري وحتى على مستوى اللاعبين والنتائج. هل هو هانزي فليك؟ طبعا هو هانزي فليك. النتائج الإيجابية، انضباط المدرب والتعامل بهذه الصرامة، ولكن في نفس الوقت كذلك هناك تعامل بحب وانسجام مع الاستثنائيين لأنهم صغار السن، ولكن عرف كيف يضبط الجميع، عرف كيف يسير بشكل جيد. النتائج ساعدته كثيرا. وهناك نقطة مهمة جدا كذلك بالنسبة لفليك، أنه لا يتحدث الإسبانية، وهذه النقطة كذلك النادي سعيد بهذه النقطة، على أنه لا يسمع ماذا يأتي في الصحافة، لا يعرف ما الذي يتم الحديث عنه في الصحف اليومية وفي قنوات الراديوات وإلى آخره. لذلك هو يعمل
بسلام، يعمل بغنى عن كل ما يجري بعيد عن كل ما يجري في الكواليس، وكذلك تمكن من عزل الفريق تماما. هناك تعرف الضجة الإعلامية كبيرة في إسبانيا، حتى المشاكل الإدارية عندما تكون هناك نتائج إيجابية، مع العلم أن برشلونة لم يتعاقد مع أحد باستثناء داني أولمو، وداني أولمو ليس لاعبا أثر بشكل كبير على الفريق. عندما تسير الأمور بشكل جيد ويكون هناك نتائج إيجابية، فحتى الجماهير تنسى المشاكل الإدارية. دون أي شك أن هناك مشاكل إدارية، ما زال برشلونة غير قادر على التعاقد، وفي وضعية مالية ما زالت صعبة بالنسبة للفريق، ولكن الحل لهذه المشكلة كان اللاعبون الذين صعدوا من لاماسيا، مع وجود لاعبين بخبرة مثل ليفاندوفسكي، مثل رافينيا، مثل تشيزني كذلك الذي يلعب دور مهم في هذا الفريق. ولكن إذا نظرت إلى الفرق اللاعبين الموجودين باستثناء كوندي، كل اللاعبين من لاماسيا، وهذا هو كنز برشلونة الذي أنقذه من هذه الورطة المالية ووضعه في قمة الأندية الأوروبية، وهو مرشح للفوز في كل الألقاب. يعني هناك تحول كبير بالنسبة لهذا النادي. كما قلت، النتائج الإيجابية عندما تأتي مع مدرب صارم وأبعد الفريق عن كل هذه الأزمات، فهذا دون أي شك دليل نجاح. وحتى الآن لنرى إن كان في نهاية الموسم سيتمكن من حصد لقب 2 أو 3 ألقاب، ولكن برشلونة كما ذكرت يعيش حالة سلام داخلي أبعدت الإدارة عن كل هذه الضجة وكل المشاكل الإدارية. نعم باسل. الكابتن هشام، يعني هانز فليك استلم فريقا جيدا من تشافي، لكن الفريق بات مميزا مع هانز فليك، ومن حيث النتائج الانضباط، ما الذي اختلف مع هانز فليك؟ دائما نتكلم في كرة القدم أو في دراسات كرة القدم الحديثة، نتكلم على القيادة والتسيير. تسيير المجموعة هو عندك فريق عنده عقد مع النادي، يأتي كل يوم للتمرين والتدريب. هناك مشاكل داخلية احنا لا نعلم بها، ولكن كرة القدم الحقيقية هي الذي يعيشها اللاعبون، يعيشها المدرب. هنا فين عنده نقولوا توازن، يعرف كيف نقولوا يسوي اموره بطريقته الخاصه، بالفلسفه وبطريقته التعامليه. اما القياده الحقيقيه هي الفلسفه الحقيقيه الكرويه، مفهومه الكروي، عنده رؤيه كرويه متغايره على مثلا على تشافي، على الطريقه الاسبانيه او الطريقه الالمانيه. الصرامه في التعامل، نقولوا احترام الاخرين، الواقعيه ايضا عنده ما يقوله يتوازن مع ما يعمله. إذن ثقافة المدرب وقيادته وتفكيره الكروي عندما تكون بهذه القيمة والخامة، اللاعبين يمشون دائما من وراءك بالطريقة الممتازة. وهذه هي القيادة، لأن قيمة المدرب ليس في التكنيك أو التكتيك أو الإعداد البدني بقدر ما هو كيف يمكن أن تخرج الفريق من مطبات ومشاكل إلى الانتصارات وبطولات. وهذا هو العمل الخفي الذي لا نراه. فمن وراء فليك عنده نقولوا ستاف من اعلى مستوى. السيد تعرفوا نحن نعرفوا الالمانيين في العمل ديالهم دائما صارمين في العمل، ويمكنك ان تسوي التربيه الاخلاقيه الكرويه لكي يمشون من وراءك. وهذا هو اللي تبين، وهذا هو سر نجاح من مدرب الى مدرب، من فلسفه الى فلسفه، من فكر الى فكر، من